يعني حضرتك مش قلقان من الشكوى اللي تقدم بها النادي الاهلي؟ يعني عارف او حاسس ان الامور يعني كانت لم ما تصلش الى حد بعيد يعني؟ شوف انا مش قلقان خالص، لانه الشكوى في الجوانب الاداريه، يعني انا صراحه يعني الاهلي اليوم طلع اكثر من بيان شكوى للاتحاد وشكوى لوزاره الخارجيه. بكل صراحه اي كلام عن معامله خارج الملعب غير لائقه، انا بفتكر انه جانب الحق وجانب الصواب، لانه احنا ما حدش يصدق حتى في مصر، وحتى اللي كتب البيان ممكن الشعب السوداني ما يستقبل ضيوفه بالكرم المعهود به يعني، وبالصفاء المعهود به، ونحن استقبلناه استقبال جيد. والدليل على كده انه في الاجتماع التقليدي سالناهم انتوا الامور طيبه؟ قالوا طيبه. وسط الملعب بطريقه يعني طيبه. عايز تقول لو كان هناك اعتراض لو كان هناك اعتراض على حاجه معينه كان ممكن يتقال في الاجتماع التقليدي اللي بين كان المراقب في الاجتماع التقليدي بيحصل هاي في الاجتماع التقليدي. وانا شخصيا اقول لك يعني في قبل المباراه وبين الشوطين كنت مع نائب رئيس الاهلي ورئيس البعثه، وسالته سؤال مباشر: ان شاء الله انتم مرتاحين؟ وجاوبني انه مرتاحين، واتكلم معي عن خطط بتاعه اتفاق بيناتنا الاهلي والهلال، وتعاون في الاكاديميات وتعاون في الخبرات وهكذا يعني. كل شيء حصل في الشوط الثاني، كل الحاجات دي اتغيرت في الشوط الثاني، وانا بفتكر انه دي نتيجه اللي يمكن نتيجه الشوط الثاني ومسار المباراه في الشوط الثاني. طب استاذ فاضل عايز اسال حضرتك سؤال بس. اصوات الجماهير اللي كانت موجوده في الاستاد وهي المباراه بدون جمهور، وضح لنا اصوات مين دول، مين دول وعددهم كان قد ايه؟ لا، مش بدون جمهور. الاتحاد الافريقي قراره واضح، قال المباراه تلعب بجمهور في الفي اي بي والفي في اي بي فقط. يعني ده اللي مكتوب في خطاب، ده اللي مكتوب في خطاب الاتحاد الافريقي بالضبط كده. والاتحاد الافريقي جنبك وجنب الاهلي ممكن يرجعوا يشوفوه يعني. مسموح للجمهور في الفي اي بي والفي في اي بي، لانه اصلا الخطاب زي ما قلت المره اللي فاتت هو الجمهور اتمنع بسبب بيفتكر انه خدمات الجمهور فاسيلتيز للجمهور ناقصه، عشان كده ما اتفق الجمهور، خلى الجمهور محدود في الفي اي بي والفي في اي بي. الجماهير اللي كانت بتشجع دي في الفي اي بي، يعني الناس اللي موجوده في الفي اي بي. ولمعلومتك يعني كان الاخوه المصريين موجودين في الفي اي بي يمكن قرابه ال 60 70 مشجع يعني، مش بسيطين يعني كانوا موجودين داخلي. يعني لو الاهلي كان متفوق اثناء المباراه كنت حتسمع اصوات مصريه مشجعه للاهلي المصري. يعني كان هناك مجموعه من مشجعي النادي الاهلي موجودين في الفي اي بي، ما اقل من 50 60 فرد. مش اقل من 50 60. بالضبط كده، يمكن تكون 60 فرد. هم طلبوا كده يعني، موجودين في الفي اي بي والفي في اي بي، ونحن بكله ارحاب الصدر يعني. يمكن اديناهم قد يكون يمثلوا يمكن لو ما 25% 30% من الناس اللي كانوا موجودين في الفي اي بي يعني. طيب والناس قاعده مع بعض ولم يحدث اي احتكاكات في المدرجات ولا في الفي اي بي؟ اطلاقا الا في حدود المناكفات بتاعت كرة القدم يعني. اللي هي بتاع الكوره بقى، احنا كسبناك واحنا احسن، احنا موجودين في منطقه واحده، كراسيهم بعض. يمكن قبل المباراه الماتش يخلص ب 15 دقائق جمهور المصري الاهلي بدا يطلع، والمناكفات العاديه طلعتوا ليه وقعدتوا ليه ممكن تحصل اي ماتش وانت زوك ورنج يعني. مناكفات عاديه. طيب. لكن ما في حد يمد ايده على حد، وما في حد كده يعني. طيب ده في المدرجات، وده احنا متاكدين منه. لكن الفيديو اللي منتشر عندنا جدا هو اعتداء على حارس المرمى علي لطفي. حضرتك تفسره بايه ده يا استاذ فاضل؟ لا شوف، هي طبعا بعد نهايه المباراه حصل تحرش من لاعبيه الاهلي، وتحديدا حارس المرمى الشناوي بكنبه الاحتياطي، وفيها كنبه الاحتياطي موجود فيها اطباء وموجود فيها كده يعني الاجهزه الفنيه، الجهاز الفني بالكامل في المنطقه دي. التحرش حصل، الناس هدوه، في بعض اللعيبه يعني حصل هرج ومرج في الحته دي يعني حصل فيها شويه هرج ومرج. وانا ولعيبه الاهلي لو لاحظت يعني يمكن لاول مره تحصل، عشان اوريك انه كان يتدرج مطمئنين. لعيبه الاهلي كان بيحدفوا زي ما بتقولوا انتم المصريين او بيجدعوا
الجماهير موجوده في اي بي بالقارورات المويه يعني. القوافيون موجوده والناس يمكن تكون شفتها يعني. يعني الهرج المرئي ده يمكن يكون انا شخصيا ما عارف الضرب ده حصل ايه يعني شكله كيف، لكن بالتاكيد انها هي مشاهدات حصلت، والحكم والمراقب عندهم تقرير، وديل بيكونوا غالبا في الاجهزه الفنيه، والمساله دي زي ما قلت لك فيها قانون بيضبطها يعني. لو ثبت انه في حد لو ثبت ان في حد اعتدى هياخد جزاء اداريه. الاتحاد الافريقي اكيد الاتحاد الافريقي اكيد حيوقفوا مباراتين سنه، يوقفوا مدى الحياه وكده يعني. ما مش محتاج يعني الناس نقولوها لمربع خلاف بين ناديين او مربع خلاف بين شعبين مصير واحد. ما نكبرهاش، ما نكبرش الموضوع ما ياخدش اكبر من حجمه. ما بالضبط كده يعني. المفروض الناس الموضوع يكون، وانا اعتقد ان لو الاتحاد الافريقي طلع تقرير بان في حد في الجانب الهلال، عايز اقول جانب الهلال بقى، مش هقول الجانب السوداني، لان الجانب السوداني بدليل الناس كانت قاعده في المقصوره مع بعض بسلام وامان، انما عايز اقول من جانب الهلال، لو اعتقد ان انتوا كمجلس اداره برضه انتوا يعني مش هتدوا برضه، هتزودوا العقوبة او هتقدروا تجيبوا حق النادي الاهلي. بالضبط كده يعني. نحن في النهاية يعني المسائل الاخلاق، الكورة هي اخلاق ما في شك. الكورة هي يعني رياضة بتجمع بين الناس، ما بتفرق، بتوحد لا يعني بين الشعوب. والمسألة دي نحن ما فيها كلام. نحن مع اي اجراءات تأديبية لو ثبت في حد عمل حاجة زي كده، مع الاجراءات التأديبية اللي بتصدر من الجهات الرسمية، ونحن بنزود عليها يعني لو في حاجة زي كده يعني.